سلامة خالتي خدوج. سلامة السي كمال، شنو اللي جابك لعندنا في هاد الساعة؟ ياك ما كاين باس؟ انا جيت نسول على حنان، 3 ايام هادي ما كتجيش لمكتب الهندسة وانا عييت نتصل ليها ولكن ما كتجاوبنيش. حنان غير نساها عليك، من بعد ما وعدتيها بالزواج وخويتي بيها جاها الاكتئاب، ما بقات لا كتاكل لا كتشرب لا كتنعس. انا كنبغي حنان وبصح وعدتها بالزواج وعمري ما خويت بيها، ولكن والديا ما موافقينش ليا وانا مازال كنحاول نقنع فيهم. بنتي حنان جاو الخطاب هضروا فيها، واحد ولد الناس قاري وبخير وخميرو غيتهلا فيها، وملي انت ما قادش بهاد المسؤوليه بعد ليا من بنتي وخليها تشوف مستقبلها. قلتي حنان جاها الخطيب؟ خالتي خدوج خاصك تعرفي باللي حنان حتى شي واحد ما غيتزوج بها من غيري، عطيني شويه الوقت بين ما قنعت والديا بهاد الزواج. وبالسلامة شحال ديال الوقت بغيتينا نبقاو نتسناو فيك؟ حنان في عمرها 30 عام والبنت فاش كتفوت 30 عام صعيب يجيو الخطاب يهضروا فيها. الا انت فعلا كتبغيها وعينيك فيها تزوج بيها، وماشي ضروري والديك يسيقوا الخبار. هي انت بغيتيني نتزوج حنان في السر وبالتخبيه؟ انت غتزوج بيها في السر وبالتخبيه غير على والديك، اما من جهتنا حنا غنديروا العرس وغنعرضوا على حبابنا وجيراننا وكل شي غيسيق الخبار. واخا خالتي خدوج انا موافق على الاقتراح ديالك، على قبل حنان انا مستعد ندير اي حاجه، ومع الوقت والديا غيقتنعوا غيقبلوا بهذا الزواج. هكا نبغيك ولدي كمال راجل وقد بكلمتك، لوا دابا اجي نهضروا على الصداق ونتفقوا على النهار اللي غتمشيو فيه لعند العدول باش تكتبوا عقد الزواج ديالكم. ولكن انا ما غنقدرش نشري دار باش نعيش فيها انا وحنان من بعد الزواج، في هاد الساعه غنكري بارطما ومع الوقت ضروري غندير داري من بعد ما نكمل الكريدي ديال مكتب الهندسه. بالنسبه للسكن ما كاين باس، بداو دابا في الكرا بين ما وجدتي الدار ديالك، ولكن الصداق انا غنطلب ليك 15 مليون. 15 مليون في الصداق وماشي بزاف؟ الا ماشي بزاف، انا خاصني نضمن حق بنتي في هاد الزواج. انت غتعطي الحنان في يديها 5 المليون تجهز بها راسها ودير منها العرس، و10 المليون المؤخر لحقيتاش انت غتزوج بنتي بلا الموافقه ديال والديك، وإلا في شي نهار ساقوا الخبار وما عجبهمش الحال وما قبلوش بهذا الزواج غيبزو عليك تطلق بنتي، وشكون عرف تسمع كلام والديك وتطلق بنتي وتسمح فيها وتخليها كتغزل في الهم. انا كنبغي حنان وغنتزوج بيها وندير معاها الوليدات وعمري ما غنسمح فيها، وباش ناكد لك هضرتي انا موافق على 15 مليون في الصداق. هكا نبغيك ولدي كمال تكبر بنتي وتهلا فيها. ايوا وجد راسك من دابا ل3 ايام باش تمشيو لعند العدول تكتبوا عقد الزواج ديالكم. ماما ماشي حشومة عليك، أنا كنت واقفة ورا الباب وسمعت هضرتكم كلها انتي وكمال، علاش طيحتي بيا ونقصتي مني قدامه وكتبيعي وتشري فيا، وزايدها بغيتيني نتزوج بالتخبية وبلا ما يكونوا والديه راضيين على هاد الزواج. بلاصت ما تشكريني اللي بغيت نضمن لك حقك في هاد الزواج جالسة كتلوميني. ياك انتي كتبغي كمال وكتسناي غير امتى يوصل النهار فاش تزوجي بيه. ايوا ها هو جبتولك حتى لعندك وسهلت لك الطريق، شنو بغيتي مازال؟ وهذاك الصداق ديالي ياك ما ناويه تاخدي منه 3 المليون تحلي بها المشكل ديال مروان على ظهري انا؟ ما كذبتيش يا بنتي يا حنان، انا فعلا عواله ندير هاد الشيء اللي قلتي عليه. علاش انا منين غتجيني 3 المليون؟ هذاك راه خوك وكيخصك تعاوني معاه، ولا واقيلا بغيتيه يدخل الحبس وتوليو نتوما خواتات الحباس؟ يحسب ليك مازال شي واحد غيشوف فيكم ولا يجي من جهتكم؟ غتبقاو مركنات هنا في هاد الدار حتى توليو بايرات.